في فيديو ده انا جاي لك باشيك موبايل نزل في الفئه المتوسطه، وده لانه بجد جايب احلى تصميم انت ممكن تمسكه وتجربه كده في الفئه المتوسطه فعلا. من ناحيه بقى الشكل الخامات هو بصراحه موبايل جامد، مش بس شكله والله، هو جاي تقريبا باكتر باكج متكامله في الفئه المتوسطه. يعني انت عايز شاشه، عايز كاميرات، عايز بطاريه، عايز اداء، عايز اي حاجه موجوده في الموبايل ده. مش بس كده، لا كمان سعره الصراحه المتوقع يعني لانه هو لسه ما نزلش جلوبال، سعره متوقع ممتاز جدا. فقبل ما نبدا كده في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وبس كده خلينا نبدا على طول. نبدا كده باحلى حاجه في الموبايل ده الصراحه من وجهه نظري، وهي التصميم. ده تقريبا من احلى التصميمات اللي انا شفتها في حياتي، وده لان الموبايل ده جاي بتصميم كريتيف فعلا. الظهر بقى اللي جاي من الجلد ده حاجه كده جديده، وده تقريبا ارخص موبايل جلد في الفئه المتوسطه. يعني هو مش جلد طبيعي هنا، هو جلد صناعي، ولكن الصراحه ملمسه جلد. ملمس الجلد ده كده بيدي فخامه مش طبيعيه للموبايل، وبالذات بقى اللون البيج ده كده للموبايل الصراحه جامد جدا، مع نافذه كاميرات دائريه كده بالكامل. عايز اقول لك ان فعلا الكاميرا اللي هنا هي مبهره جدا. عندك موبايل جاي بظهر من الجلد، فريم من المعدن، حاجه الصراحه كده ممتازه، ومش بنشوفها كتير اصلا في الفئه المتوسطه حوار فريم المعدن ده. انت مش بس عندك ظهر شكله جامد كده وكل حاجه، انت كمان عندك شاشه ممتازه. الشاشه هنا هي شاشه كيرفد بحواف قليله جدا، شاشه بقى اولد فول اتش دي بلس بتردد هنا 120 هرتز، دايما بقى للمليار لون والاتش دي ار 10 بلس وكل الكلام ده كله. ممكن اعتبر الشاشه دي واحده من افضل الشاشات اللي نزلت في الفئه دي. بتردد الوان كويسه، سطوع كويس هنا بيوصل لحد 950 نتس، ولا من وجهه نظري الصراحه ده سطوع ممتاز، وانت مش محتاج اكتر من كده اصلا تحت الشمس. شاشه كده من الاخر من ناحيه الشكل او السبيكس بتاعتها فهي الصراحه كويسه قوي. يمكن هنا اللي مش قوي الصراحه، اللي مش جامد، مش بنفس جمدان التصميم يعني، هو الاداء. المعالج اللي هنا هو 7050 من دايمنستي، تقدر تعتبره نسخه طبق الاصل من ال 1080 اللي هو اقل سيكه من 778 من سناب دراجون. عايز اقول لك هو مش وحش يعني، هو اداء ممتاز جدا بقى في التصفح بتاع البرامج والكلام ده كله، بس في الالعاب مش احلى حاجه. يعني اتش دي ار وفريم ريت الترا في الفئه السعريه دي مش اعلى حاجه. شفنا اتش دي ار وفريم ريت اكستريم في الفئه السعريه دي من البوكو اف 5، ده غير دعمه بقى لل 90 فريم والكلام ده كله. فدي كده اول نقطه مش عجباني في الموبايل قوي يعني، وهي الاداء. ولكن خلينا متفقين مع بعض، ريلمي مش شركه اداء. يعني ريلمي تحط لك شاشه، كاميرا، بطاريه، سرعه شحن، هم مش شاطرين قوي في حوار الاداء ده زي بوكو. فمن الاخر انت هتاخد اداء مش هتشتكي منه، الا لو انت عايز تاخد اعلى حاجه في الالعاب، فدي حاجه ثانيه بقى. غير كده هو المعالج الستاندرد اللي بينزل في الفئه السعريه دي. حاجه بقى من ضمن الحاجات اللي بتسرع اداء الموبايل ده جدا، وهي الرامات. معاك هنا 12 جيجا بايت رام، دي الاقل نسخه كده، وقابلين للزياده لحد 20 جيجا رام. تخيل كده معاك موبايل بتحطه في جيبك عادي جدا عليه 20 جيجا بايت رام. مش بس كده كمان، لا هم جايين باسرع سرعه موجوده في الفئه السعريه دي، وهي الاو اف اس 3.1 والال بي دي ار 5. الحاجات دي كده يعني من الاخر بتسرع اداء الموبايل جدا. فانت معاك اربع حاجات من الاخر مش محتاج اكتر منهم في الفئه السعريه دي. شاشه 120 هرتز مع يو اف اس 3.1 والال بي دي ار 5 مع 20 جيجا رام وسوفت وير ريلمي السريع جدا. اربع حاجات تحطهم في اي موبايل يخلوه طياره، مع معالج لا باس به يعني. ال 7050 ده كويس مش وحش. وعايز اقول لك ان في نسخه من ضمن نسخ الموبايل دي بتوصل للستورج بتاعتها لحد 1 تيرا. فانت متخيل بقى ان انت تاخد 1 تيرا دي اصلا في الفئه المتوسطه، دي حاجه غير مسبوقه. بس انا يعني على حد توقعاتي ان النسخه دي مش هتنزل الوطن العربي، اخرنا كده النسخه الصغيره اللي هي ال 256. بس الصراحه يعني ريلمي مهتمه بحوار المساحات ده جدا. لسه منزلين امبارح تقريبا ريلمي جي تي 3 اللي هو كان اسمه جي تي نيو 5 في الصين، واقل نسخه موجوده في الامارات دلوقتي هي نسخه 1 تيرا. نيجي بقى لحاجه ممتازه جدا وهتكمل معاك تجربه المشاهده مع الشاشه الرايقه دي، وهي الصوت. صوت الموبايل ده هو صوت استيريو، صوت عالي، ولكن مش اوضح حاجه. يعني لو بتدور على اوضح صوت بقى فروح بقى للبوكو اف 5 مثلا او اي حاجه من شاومي. لحد الان ريلمي بتحط لك كده صوت استيريو على قده شويه، ولكنه احلى كتير طبعا من انهم كانوا يحطوا لك صوت مونو. يعني انت احمد ربنا ان في صوت استيريو. في شويه حاجات كده بقى لازم تعرفها عن الموبايل ده. اول حاجه الموبايل ده ما فيهوش مدخل 3.5 مللي، وهي هنا متعوضه بقى بحوار الاستيريو سبيكرز ده. الموبايل ده بيدعم الان اف سي وبصمه اوبتيكال تحت الشاشه، بصمه سريعه جدا الصراحه. مع بقى بروكسيميتي سنسور بقى موجود هاردوير هنا يعني مش سوفت وير. نيجي بقى للحاجه اللي انا متحمس لها جدا في الموبايل ده، وهي الكاميرات. بصراحه هاردوير الكاميرات هنا اتحسن جدا. بتتكلم هنا بقى ان السنسور الرئيسي بقى 200 ميجا بكسل، وبمستشعر هنا من سامسونج، طبعا جايبه مثبت بصري بقى والكلام ده كله. وعايز اقول لك انها فعلا بتطلع صور خرافيه، صور بجد اقل ما يقال عنها انها افضل صور انت ممكن تاخدها في الفئه المتوسطه. فعلا تجربه التصوير في الموبايل ده هي تجربه تصوير مثاليه. هتاخد صور بالنهار حلو جدا كتفاصيل، كالوان، كدايناميك رينج، ما فيهاش اي عيوب خالص. ولكن السيلفي هنا الصراحه برضه هي ثالث نقطه مش عجباني في الموبايل ده. متواضع حبتين كده يعني، مش احلى سيلفي ممكن تاخده في الفئه السعريه دي بصراحه. تحسه كده مش بيديك تفاصيل كويسه، لون الجلد مش احسن حاجه بصراحه، سيلفي فقير كده مش احسن حاجه. وصلنا بقى دلوقتي لاخر حاجه ممكن تعرفها عن الموبايل ده، وهي البطاريه. بطاريه الموبايل ده هي 5000 ملي امبير، بطاريه حلوه جدا تكمل معاك اليوم كويس جدا لو انت استخدامك متوسط. وحتى لو استخدامك تقيل شويه فمفيش اي مشكله خالص، لان في شاحن سريع جدا جدا موجود في العلبه. الشاحن ده جاي بسرعه 100 واط. تخيل
كده انت تاخد شاحن 100 واط فئه متوسطه عالي جدا وفي العلبه. لحد الان سامسونج الشاحن 25 واط بتحطه بره العلبه، فهنا انت معاك شاحن 100 واط بيشحن في حوالي نص ساعه. حاجه كده الصراحه ثوريه جدا في الفئه المتوسطه، وحاجه فعلا احنا مش بنشوفها كتير. يعني عد معايا كده، احنا ما شفناش الشاحن اللي فوق ال 100 واط ده غير كام مره في الريدمي نوت 11 برو بلس 5 جي وال12 برو بلس 5 جي والشاومي 12 تي، وده الريلمي 11 برو بلس 5 جي اللي هو رابع موبايل اللي ينزل بسرعه شحن جنونيه زي دي. فحاجه فعلا كده تستحق تقدير جدا من ريلمي. فالموبايل ده من الاخر كده بيديك تجربه شاشه صراحه مثاليه جدا، مع تجربه كاميرات برده الصراحه ممتازه، هي الافضل في فئتها اصلا، وتجربه اداء الصراحه فتح وقفل برامج ممتازه جدا مع 20 جيجا بايت رام، مع اسرع شاحن وبطاريه كويسه قوي. عيوب الموبايل ده القاتله يعني فما فيش، يعني حوار ان هم شايلين مكان السماعات ده موجود في كل الموبايلات عادي، حوار ان الاستيريو مش افضل حاجه ممكن نعديه، ممكن نعتبر ان السيلفي هنا ده من ضمن العيوب الصراحه. لو انت اهتماماتك سيلفي يعني فبلاش تجيب الموبايل، ولو انت جيمر برده كل اهتماماتك العاب فاصلا ابعد عن اوبو وريلمي لانهم مش افضل حاجه من ناحيه الاداء الالعاب يعني. فمن الاخر الموبايل ده عيوب القاتله من وجهه نظري هو السيلفي، ولو انت جيمر برده الموبايل ده مش هينفعك. غير كده الصراحه هو باكج متكامله جدا. عايز اقول لك ان النسخه البرو العاديه مش البرو بلس نزلت الامارات ب 1200 درهم، وده يخلينا نتوقع سعر البرو بلس كده يبقى 1350 مثلا ولا حاجه، وده يبقى سعر الصراحه كويس جدا زي كل سنه، اي ما يعادل كده حوالي 14 15000 جنيه. ولكن طبعا عما ينزل لنا هنا مصر بقى بضمان دولي ممكن يخش له في 20000 ولا حاجه، فهو سعره كده عامل له حوالي 330 دولار للنسخه 256 جيجا مع 12 رام. وبس كده كانت كل حاجه ممكن تعرفها عن الريلمي 11 برو بلس 5 جي. اكتبوا لي بقى تحت في الكومنتات انتوا عايزين فيديوهات عن ايه الفتره الجايه. وبس كده، سلام.